أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كبسولة حب. الحلقة بتاعت النهاردة جايز كتير منكم يفتكرها حلقة يعني سخيفة أو حلقة دمها تقيل. هتكلم في حاجة بايخة قوي حقيقة. في ناس كتير من صديقات الصفحة بيبعتولي وأنا ببقى يعني مانيش عاذرهم قوي، بيقولوا إن هم متجوزين وحسوا برتابة او بملل في حياتهم الزوجية، فخلاهم ان هم بدأوا يتكلموا مع حد تاني ويفتحوا معاه في مواضيع، وبدأوا يحسوا بانجذاب عاطفي ناحية حد خارج الأسرة. يعني مثلا لو زوجة تعرف حد على الفيسبوك، او تعرف حد من زمايلها سواء في الجامعة ظهر لها فجأة، او كان زميلها في الشغل وظهر لها فجأة، او قريبها او خطيبها القديم او ابن الجيران القديم، وهي بدأت تحس برتابة وبفراغ عاطفي اللي انا دايما بحذر منه، فبتبدأ حياتها بتبدأ تسترجع شريط ذكرياتها، وده بيعلي عندها عواطفها تجاه الطرف اللي هو الآخر، اللي هو البعيد، اللي هو أصلا ما يصحش إنها تتكلم معاه بأي شكل كان، بشكل فيه يعني تجاوز. بيبدأ بيعلي المشاعر معاه، بتبدأ بتنجذب ليه، بتبدأ بتكره حياتها، بتبدأ بتكره جوزها، لأن طبعا الطرف التاني اللي هو الصاحب ده انت بتشوفيه في احسن صورة لما بيتكلم معاكي، بتلاقيه لابس اشيك لبس، بيتكلم بطريقة شيك قوي، بيتكلم بكلام لطيف جدا، محسسك انك انت اهم حاجة في الدنيا وانك انت ملكة. وطبعا جوزك في انشغال الدنيا وانشغال المصاريف وانشغال الشغل مش قادر يديك الاحساس ده، ووقع منه حتة الاهتمام بيكي. طبعا انا ما بقولش ان اللي عمله ده جوزك صح، هو جوزك فتح لك الباب او فتح لك جزء من الباب، بس انت دخلت بكتفك. اولا انا عايز اقول لك حاجة من خلال تجربتي في العمل في مجال الاحوال الشخصية على مر السنين اللي فاتت. مفيش واحد صاحب واحدة متجوزة، انا اسف في لفظ صاحب، تمام، ولما اتطلقت اتجوزها. ما شفتهاش على مر عملي كله في مجال الاحوال الشخصية، على مر الستات اللي انا طلقتهم والرجاله اللي انا طلقتهم وخلعتهم في حياتي المهنيه. ما شفتش واحد كان مصاحب زوجه، ولما الزوجه دي حست ان هو ده السعاده وهو ده اللي هي كانت بتفكر فيه من الاول، فسعت في الطلاق، واتطلقت من جوزها ومن استقرارها ومن بيتها ومن الراجل اللي بيصرف على اولادها والراجل اللي بيحميها والراجل اللي عامل لها خد مداس زي المثل البلدي، وفضيت راحت للتاني. تلاقيه بيبدأ بيتهرب منها، ما بيكملش معاها، بيختلق لها اي مشكلة وبيهرب. يبدأ بيقول لها طب نتجوز عرفي، طب اصل انا متجوز، اصل انا ولادي، اصل انا عيالي، اصل انا مراتي، اصلها عيانة، اصلها هتموت لو انا اتجوزت، اصل انا ما اقدرش اسيبها، اصل ولادي هيضيعوا هيتشردوا في الشارع. بيلاقي عنده 100 حجة وحجة عشان يخلع منها. مفيش واحد من اللي هم دخلوا على حياتك ودمروها عمره ما هيفكر ان هو يتجوزك. حطي ده في بالك قبل ما تاخدي القرار بخراب بيتك. حطي ده في بالك، خديها مني، مستعد احلف لك عليها، ده مش هيتجوز. الراجل الدنيء اللي بيخش البيت بيسرق الست من جوزها، ده بطبيعته ندل ودنيء. وانا لما بقول كلمة دنيء ودي مش من الفاظي، بس انا بقولها عن عمد. الراجل الدنيء اللي بيسرق الست من جوزها ده مش هيتجوزها. حطيها حلقة في ودنك. طيب تعملي ايه وانت حاسة بالملل مع جوزك، وانت حاسة انك انت حياتك وعمرك بيضيع وعمرك بيستهلك كل يوم وكل ساعة؟ تعملي ايه؟ ابدأي غيري انت في حياتك الزوجية. ابدأي فهمي جوزك ان هو لازم يغير في حياته الزوجية. ابدأي غيري في العادات اللي انتوا بتعملوها. يعني احنا نقدر نعالج الطرف الثاني عن طريقك انت. لما انت
جوزك ما يقدرش يستغنى عنك ويتعود عليكي، وانت تديله كم كبير جدا من الاشباع العاطفي والاشباع الجنسي، لو انت لقيتي جوزك بعد كده بيتصرف تصرف ما هواش عاجبك، فانت بتوقفي ده، فبيضطر هو يرضخ لك وبيقول لك انا زعلتك في ايه، انت بتعمل كذا وكذا 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 وكذا، عايزين نغير كذا وكذا وكذا وكذا. ما تقدريش انت تعملي الخطه دي مع جوزك الا اذا كان جوزك ما يقدرش يستغنى عنك. ازاي بقى جوزك ما يستغناش عنك وتتصرفي معاه ازاي بحيث ان هو ما يبقاش شايف قصاده حد غيرك، وتبقى انت الحياه والميه والهواء اللي في حياته؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه في الحلقات الجايه ان شاء الله من كبسوله حب. وبكده بنكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. كان معاكم خالد شهاب.